هلو على كل اللي بيتابعوني وبيحبوا يتفرجوا على فيديوهاتي. النهارده يوم مش عادي، عيد ميلادي عبد الهادي. النهارده بقى هنعمل اصناف واشكال والوان كل الحاجات الحلوه اللي انتوا بتحبوها معايا. انا بقى قررت ان انا هقضيه باللون الاحمر. شايفين زعبوط العفريت اللي انا لابساه والطقم الاحمر اللي انا لابساه عشان هقضي اليوم كامل باللون الاحمر. هتحدى نفسي لو شوفني انا هعرف اعمل ولا مش هعرف اعمل. يلا نبدا اول فقراتنا. استنوني. الصراحه الجو تلج قوي قوي قوي. انا قررت ان انا اقوم اعمل حله حمص الشام. عملت ايه بقى؟ الحمص سبته منقوع في ميه من امبارح بالليل. تمام كده. وقمت حطاه في حله كبيره وضربت طماطم في الخلاط، طماطم بس، وقمت ضايفاه عليها. ده بصل مبشور انا بشرته، ما بحبش اقطعه بالسكينه صغير لانه برضو بيبقى دمه تقيل كده. فانا قمت عامله ايه؟ قمت بشرته وقمت زي ما انتم شايفين كده وهضيفه ني كده على الايه، على الخلطه اللي انا عملتها. الحمص على الصلصه اللي لسه مبشوره على على البصل، وهقلبهم كده تقليبه كده يا دوبك غلو بالظبط، وهقوم ضايفه ميه بقى لحد نص الحله كده. وطبعا هحط معلقه توم مفروم، بس مش هحط ملح دلوقتي، الملح هيتحط في الاخر خالص. وفي ناس بيحطوه دلوقتي عادي، بس اي منكهات هنحط كمون هنحط ليمون الكلام ده كله يبقى تبع الطلب. طبعا الواحد اللي كل كوبايه واحد يشرب فيها اتحط فيها الحاجات دي. مش هضيف اي حاجه غير الملح، ممكن نص معلقه سكر. يقال ان الحمص بيستوي بسرعه، بس انا لسه ما جربتهاش، هجربها باذن الله. رجعت لكم تاني مع احلى كوبايه حمص عملتها. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. ها ايه رايكم؟ الشكل عظمه ازاي؟ بتسبت اللي بقى لحد ما الحمص يستوي كله يشرب من بعضه. ادوق بقى. واو، عظمه، عظمه عظمه. عشان انا اللي عاملاها، لا 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 لا. هو جنان جنان اصلا. الحمص في الساقعة بياخد الواحد في حتة تانية خالص. نشرب كمان شفطة يا سيدي. فظيعة فظيعة. دي بداية يومنا مع الحمص الجميل العظمة اللي احنا عملناه بايدينا. بصوا عامل ازاي، حاجة كده من الاخر. ممكن بقى نحط ربع صغير قوي قوي بابريكا، وممكن نحط معلقة صلصة معاهم برضو، بتظبط الدنيا وبتخلي اللون يظبط جامد قوي معانا. في الحلة اللي احنا وريتها لكم طبعا، ها اوعوا حد يحطها في الكوباية، اوعوا. شايفين جميل ازاي؟ انا هشرب بقى، ها، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه تاني. والان مع المفاجأة الكبرى، رجعت لكم تاني. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دخلنا على الغداء، هنتغدى إيه يا ترى؟ قعدت افكر هعمل ايه. عايزه اعمل حاجه بصلصه وفي نفس الوقت تكون سهله وسريعه نعملها مع بعض، ما تاخدش ايه غلبه لان الجو ساقع وانا مش عايزه اقف في المطبخ كتير يا جماعه. فقررت اني اعمل ايه؟ طاجن مكرونه بالكبده. يلا بينا بقى على المطبخ عشان نشوف هنعمل الطاجن الجميل بتاعنا ده هنعمله ازاي. يلا بينا، يلا بينا. اول حاجه جبنا بصلايه وقطعناها صغير كده زي ما انتم شايفين. انا ما بحبش الحاجه تتقطع كبير، بيبقى دمها تقيل او بالذات البصل. فاحنا نقطعه يا وسط يا نقطعه صغير. اهو شايفين؟ تك 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 تك. شايفين السرعه؟ السرعه في الاداء، لا ده انا مسرعه الفيديو. وبعد كده هنقلي البصله زي ما انتم شايفين كده. تمام. انا بحب احروق البصله شويه لما بحط عليها صلصه، بتدي طعم احلى، بس مش تتحرق، تتحروق سنه. او زي ما انتم شايفين كده حروقتها. هنضيف عليها ايه بقى؟ هنضيف عليها الكبدة. كبدة متقطعة صغير قوي. انا بجيب الكبدة متقطعة صغير واقطعها تاني كمان. بس طبعا في ناس كتير جدا بتسيبها كده، بس انا ما بحب اقطعها صغير اكتر عشان الراجل مش بيبقى مقطعها يعني صغير قوي. ما علينا. المهم دلوقتي انا حطيت المكرونة نية بعد ما الكبدة اتشوحت بالبصل وتمام التمام. هنحط قرن فلفل حامي او يعني رومي للحاب، ونبهر طبعا الكبده وتمام التمام. هنضيف المكرونه نيه زي ما انتم شايفين. هنكون مجهزين الصلصه بتاعتنا برضو ببصلايه صغيره متظبطه ومتبله المكرونه، الصلصه زي المكرونه العاديه. هنزودها ميه، هنزود ميه زياده. وهنعمل دقه فلفل بتومه كده ندقهم ونحطها عليها بس في الاخر خالص. ومكعب مرق الدجاج للي حابب برضو.
وكل الخلطة بيضة دي هنقوم حاطينها على المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى، بصوا الطعم، بصوا الجمال، بصوا بقت عاملة ازاي. في حتة تانية انا قلبتها كده في الصينية بقى بتاعت التقديم اللي هناكل فيها. يلا بينا بقى، يلا بينا على فقرة تانية. شوف هنعمل ايه دلوقتي يا جماعة. انا عايزة احلي. هعمل ايه؟ دورت في البيت كله ما لقيتش ولا حاجة اصلا تنفع تحلية، فهاخد بعضي واخد شنطتي وانزل ادور في الشوارع اشوف انا هجيب ايه ولا هعمل ايه. يلا استنوني بقى لحد ما اجي عشان اوريكم هنعمل ايه. هنروح المول سوا نشوف بقى اللي موجود اللي ربنا قدرنا عليه نجيبه خلاص. انا رحت المول وقررت ان انا اجيب جيلي. انا عماله ادور مش عارفه الصراحه الانواع، ولا اجيب ريد فلفل. لا مش عايزه ريد فلفل، مش عارفه اعمل ايه. وده لبن العصفور، وده لا 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 مفيش اي حاجه. فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. بقول لكم ايه، انا رجعت يا جماعه من المول ما جبتش اي حاجه من اللي انا شفتهم. جبت ايه؟ جبت مفاجاه تانية. شوفوا بقى جبت لكم ايه، كله هيبان في الشنطه دي. انا بصراحه بعد تفكير عميق قعدت ادور في المول ما لقيتش اي حاجه. في الاخر قررت اني هجيب بطاطا. نعمل بطاطا مشويه. ايه رايكم؟ بطاطا احلى حاجه، ولا بقى جيلي ولا ساقع ولا نعرف اللي معانا واللي علينا والكلام ده. لا لا لا، احنا خلينا في البطاطا احلى حاجه. وبصوا وانضف حاجه كمان وارخص حاجه، والالوان ولا الكلام ده. نعمل بطاطا سوا، نسخنها ونعملها، هنديها نص سلقه ونحطها في الفرن، وبعدين ناكلها بألف هنا وشفا. اللي عايز بقى يحط سكر، اللي عايز يحط سكر وقرفة براحتكم، دي أسواق. بس أنا بقى بصراحة بحب أكلها نية. لا مؤاخذة معلش يا جماعة، بحب أكلها من غير سكر ومن غير قرفة ومن غير أي إضافات. يلا بينا، أنا هروح بقى إيه أعمل البطاطا وأكلها وأرجع لكم حالا. محدش يروح في أي حتة عشان هنعمل البطاطا. وبعد ما كلنا البطاطا هنحبس بإيه؟ مش بالشاي طبعا، هنحبس بالزبادي. أهو لونه إيه؟ أحمر. أفيش أهو، مش جبتش الزبادي، أو جبت الزبادي بالفراولة لونه أحمر. أيوة بقى، ناكل لقمة وراها لقمة وراها معلقة بس وخلاص على كده. يرطم على قلبنا شوية بعد البطاطا دي. بس دي مش الختام، لسه بقى مسك الختام جاي قريب. مسك الختام ايه يا جماعة؟ مسك الختام هاكل مصاصة بالفراولة. مصاصة جميلة طعمة منعشة. وبكده وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبك ما تنساش بقى ايه اللايك والشير والسبسكرايب بقى زي ما اتفقنا كل ايه في كل فيديو. باي باي.